هيك مقطع. طالبين منا قصيدة نتاع تقعيد يا ساعة تقاعدوا نتاع تقاعد. هذه يا راجل ما هيش قصيدة، غير كلمات طيشات يعني هيك بس الجماعة عجبتهم لنا اللي تقاعدوا كلهم. القصيدة هذه يا سيدي أنا تقاعدت في 2004، تقاعدت من الكتيبة، والحقيقة كانت عندي كرهبة وعندي مسدس وضابط عندي بندقة وكرهبة، وين ما تقاعدت قالوا يسلمهن كلهم. نعم. طبعا السلاح ممكن يستلموه، لكن الكهرباء لقيت واحد تقاعد وخلوا له سيارة. حقيقة وجعتني وقت سيارة للبندقة ما ندور فيها. واحد قال لي كيف تقاعدتم؟ قلت له تقاعدت لزوني طليقي سلاحي هديتي خذوا سيارتي وسلاحي، مو اللي تقاعد يعطوه هدية. نعم. خذوا مركوبي وسلاحي وما حوتك ان جيت بثوب، لا عدلوا شوري ولا شقيوبي ما صدقوا سمعوا اني متزاحي، ويومها مفلس فاضيات جيوبي مشيت على القدم تكعيب لا مطراحي، حتى حق تاكسي ما معي ولا بيوصلوني للحوش. دنيا الدنيا هيك. قلت ظهرت بطولي حتى سلام وديع ما قالوا لي، تقول مبطلين سودين. ظهرت بطولي حتى سلام وديع ما قالوا لي، ما صدقوا انهم توارى زولي لا يهمهم بخسارتي ورباحي. تقاعدت لزوني طليقي سلاحي هديتي خذوا سيارتي وسلاحي. قال لي واحد معقولة يا رجل ياخذوا حتى بندقتك وانت رجل يعرفك القائد وتعرفك الحكومة كلها، كيف ياخذوا بندقتك؟ قلت له زينك واخذة البندقة ما ندور فيها، احنا بيجي لا 20 سنة عندي ما حليت تبك. نخاف لا نخوف. قلت له بالنسبة للبندقة لا علي جنيه ولا لي في برقة أموالها تيايا، خايف عليهن من باغ الزيا رفيق فقر ما عندي عليش نحيحي، اللي زمقتني نيم ضاق وآية نشوف جميعها كارهين صباحي، 30 عام و15 وفايا خذيت كل شوفيهن وكفى رياحي. تقاعدت لزوني طليقي سلاحي هديتي خذوا سيارتي وسلاحي. ربي يعطيك الصحة. ربي يعطيك الصحة يا ساتر.